من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه، فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان، فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه، ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن، فإنها كانت في حجر عائشة. قال: فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته. حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني.